معروفة. وقد كان مع حذيفة قائمة بأسماء هؤلاء، وقد سأله عمر رضي الله عنه فقال لست منهم ولا أسمي بعدك أحدا. وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه يعني سجل بأسماء المعروف نفاقهم من كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لنا كتب السير بعضهم، وعبد الله بن أبي بن سلول وجماعة من أشباهه وأمثاله. لكن هو يسيبه من هذا التعميم، يعني قلنا اسم واحد من الصحابة اللي هم احنا نعرف ان هم صحابة، وقول ده كان منافق. وقول كان منافق ليه؟ ما الذي أخبره أنه كان منافق؟ دي أخذها منين؟ أخذها من التاريخ ولا أخذها من القرآن؟ يعني مثلا يسمي وليكن واحد يقول وليكن مثلا أبو بكر الصديق كراجل سياسي وزعيم ويقول هو منافق. عرفت كيف كان منافقا أبو بكر الصديق دي منين؟ جبتها من التاريخ؟ التاريخ ما بيقولش كده خالص. جبتها من الرجال، من الرواة عندك كلهم ساقطين. جبتها من المصحف مش في المصحف. فكيف أخذت بهذا؟ هذا دجل، ده عبارة عن ادعاءات فارغة وكلام في الهوى يعني، ودعاية مضادة للإسلام. فهو جاءوا بنعمة البديل لهذا الخاسر الهالك للزاح ده اللي اسمه زكريا بطرس. طبعا ذكر من ضمن ما ذكر، ويمكن ما جاتش في التقرير، ساخرا الحديث اللي هو طبعا احنا نعلم انه حديث ضعيف، اللي هو اصحابي كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم. فقعد يسخر من هذا وقال انا هقتدي زي ما انا ذكرت من غير شعبة. فرد عليه الاخ رشيد وقال له طب رايك ايه في حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ فقال أحمد صبحي منصور هو النبي بيعلم الغيب؟ من أين أتى بإيه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم؟ يعني هذا من مسلسل التنقيص للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يتزعمه هذا الخاسر الخبيث. النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر مثل هذا الأمر أطلعه الله تعالى على بعض الغيب. أمال هذه النبوءات التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وحدثت جميعها إلى الآن وسيحدث بقيتها، إغلاق هذا الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم شيئا من الذي سيكون قط، إغلاق لكل السمعيات. يبقى كذلك أيضا كثير جدا مما سنتكلم عنه في أشراط الساعة وغيرها، وهو ده مذهب هؤلاء الجماعة، مذهب هؤلاء القرآنيين، عدم الاعتقاد بشيء من أشراط الساعة. ده كويس هم عارفين ان في حاجة اسمها قيامة، لكن لا في حاجة اسمها مهدي منتظر، ولا حاجة اسمها مسيح دجال، ولا في حاجة اسمها داب، ولا في حاجة خالص في أي حاجة. وقد ما وفيش عذاب قبر، وفيش نار، وفيش جنة، وفيش حاجة خالص. امال في إيه؟ يعني ده يعني حتى هذا كلام ما سبقهم إليه حتى لا نصارى ولا يهود. حتى اليهود والنصارى عندهم حاجة اسمها اليوم الآخر. والله يعني زي كده كفار قريش، يعني هي الأرحام تدفع وأرض تبلع وخلاص. ده حتى بعضهم كان مفكر ان في برضه في آخرة، يعني كان بعضهم يعمل لها. فهذا الكلام كلام يعني ليس له منطقية عقلية وليس له سند شرعي ينبغي أن يعني يسمعه سامع أو يعتني به معتني. نعم. كلامه عن أبي هريرة كلام يوجع القلب، بس عايزين نرد عليه. يعني هو من خباثته قال ألفاظ أنا مش قادر أعيدها مرة أخرى على سيدنا الحبيب رضي الله عنه وأرضاه أبي هريرة. نعم والله كله يعني هذه علامة، كل من رأيته يتنقص أبا هريرة فاعلم أنه زنديق. دي علامة لا تتخلف أبدا. ما في أحد طعن في هذا الصحابي الجليل الذي هو راوية الإسلام وحافظ الصحابة، كما كان يقول الشافعي. الإمام الشافعي بيقول أبو هريرة أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخبيث الحقير يقول عنه حقير. فنصدق من الشافعي ولا نصدق هذا الحقير؟ أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليه ذات مرة، وكان أبو هريرة يعني لما ساعة ما أسلم وهو أوقف حياته كلها على النبي صلى الله عليه وسلم ملازما له ملازمة لا تنقطع في سفره وحضره، حتى كان يقول هو في حياة نفسه يقولون أكثر أبو هريرة، يقولون أكثر أبو هريرة، إنه من الرواية يعني متأخرا ويروي أحاديث لم يرويها غيره من الصحابة أحيانا، بعض الأحاديث وهي قليلة جدا. سمعت هو بيقول أبو هريرة أسلم بعد فتح خيبر. بعد خيبر الله المستعان. فرضي الله تعالى عنه من يوم ما أسلم يقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، وإني كنت امرأ مسكينا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وأنا كان كل اللي يهمني فقط أن أنا آكل أي لقمة وخلاص تعيشني، وأنا مش عايز أبني بيوت ولا عايز أعظم ثروات ولا شيء. وكان أصحابنا من الأنصار يشغلهم العمل في أراضيهم، وكان أصحابنا من المهاجرين يشغلهم الصفق في الأسواق، وكنت امرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني هو عايش فقط عايز بس يسمع الحديث النبوي وعايز يتعلمه بحيث ينقله للناس. يقول وكنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه إليه لن ينسى شيئا قط حفظه. قال فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم قبضته فلم أنسى شيئا قط حفظته. والأحاديث في هذا كثيرة جدا، ومعلوم قدر عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند جميع الصحابة. حتى مرة كان يحدث بحديث فأنكرت عليه عائشة رضي الله عنها فقال وضحك يا أمنا أما إني ما كان يشغلني عن النبي صلى الله عليه وسلم المكحلة ولا المرآة.
كان بيقول لها يعني أنا سمعت وأنت لم تسمعي هذا الحديث، أنا ملازم بالليل والنهار ما أتركه قط إلا عند دخوله حجر أزواجه صلوات الله وسلامه عليه. لكن النساء النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم ما بيكونوش معاه في كل المراحل، بيكونوا معاه إنما يكونوا في بيوتهم، لكن إذا خرج ما فيش حد منهم معاه فيتفرد عنهم بالذي لم يسمعوه. والعجب العجيب إن الطعن في أبي هريرة طعن في كل الصحابة، لأن أحاديث أبي هريرة كلها إلا بضعة وعشرين أو أقل أو أكثر حديثا رواها جميع الصحابة. يعني لا ترى حديثا تفرد به أبو هريرة لم يرويه غيره من هذه 5000 وكسر أحاديث، 5000 وكسر، هذه 5000 عامتها إلا 20 أو أكثر أو أقل يرويها غيره من الصحابة. فترى هذه الرواية مثلا يرويها أبو بكر مع أبو هريرة، وهذه الرواية يوافق عليها عمر، وهذه يوافق عليها أبو سعيد الخدري، وهذا يوافق ابن مسعود، وهذا يوافق زيد بن ثابت. فما فيش ليه أحاديث كثيرة من 5000 تفرد بها لوحده يعني. فإن قلنا إنه كذاب فكلهم كذابون، ده اللي هو عايز يقوله أو اللي هم بيقولوه بالفعل. هو يعني عنده نقطة عامل فيها يعني إنه ماسك زلة يعني. بيقول لك محدش يعرف مين اسم أبو هريرة الحقيقي. طب وإحنا نعمل إيه باسم أبو هريرة؟ معلش يعني أنا الآن المقصود هو الاسم ده، لماذا يعرف الاسم؟ إيه العبرة من التسمية؟ تعريف بالشخص أو بالرجل. أنا أعرف مين فلان دوت، فلما يعرف بكنيته وتشتهر، ده راجل غريب، راجل ما كانش من أهل المدينة، راجل جاي من اليمن، وأول ما دخل المدينة صلى الله عليه وسلم سماه وقال له أنت أبو هريرة. كان ليه اسم في بلده الصحيح واسمه معروف عند أهل التواريخ، واختلفوا فيه صحيح مختلف فيه على نحو من 30 قولا كما يقول النووي في الأسماء واللغات، ترتيب الأسماء واللغات. عبد الرحمن بن صخر الدوسي، عبد الرحمن بن صخر رجحه ابن إسحاق والبخاري كما في جامع الترمذي في مطلعه. قال الإمام الترمذي وسألت محمد بن إسماعيل عن اسمه فقال هو عبد الله بن عمرو، وهذا أصح. فبغض النظر هو اختلاف في الاسم ده لا يضر إطلاقا، لأنه معروف الهوية، رجل مش كما يقول بعض الجاهلة ده شخصية أسطورية وهمية. وهمية إيه بس؟ رجل معروف بذاته وبشخصه وبكنيته. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي هريرة كانت هذه أحب الألقاب إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي سمى بها، والصحابة لما رأوه يحب هذا ما كان أحد يناديه ولا يسميه إلا بأبي هريرة، ولهذا كاد اسمه يندثر. نعم. كأي شخص معروف بكنية أو بلقب ولا يكاد يذكر إلا به. يعني مثلا شيخنا الشيخ الحويني. نعم. الشيخ الحويني معروف منذ أكثر من 20 سنة أو 30 سنة بأبي إسحاق. لا يعلم عامة الناس لا يعرفون اسمه. والآن الناس لما سافر، لو سافر مثلا راح الآن ألمانيا، راح أي بلد أوروبي، والناس بيسألوا مين هذا الشيخ أبو إسحاق، فيقولوا يا شيخ أبو إسحاق. طيب هو في حد يعرف اسمه؟ طيب هو الجهل الناس باسمه يضر في علمه، يضر فيما يقوله، العبرة بالأسماء. نعم. والألقاب والكنى، والعبرة بما يقوله الشخص. نعم. للأسف هذا كلام يعني. الوقت الجميل بيمر مع حضرتك سريع، وإحنا لسه معانا تقرير، وطبعا إخواننا في قناة أعمال عندهم برنامج آخر فعايزين ننجز الحلقة. أنا معايا تعليقين كده على شريط الرسائل السريعا. بيقولوا اعتقادي إنه يوجد مستشرقين فسر على هذا الضرب يعني لحضرتك كده، ولذا يجب الرد عليهم في النت. فأنا بقول يعني إن الحلقة هتكون على منتدى قناة الحكمة وبعض المنتديات الإسلامية، ممكن إخواننا يقومون بمساعدتنا في نشر هذه الردود. الأخ خادم ضيوف الرحمن من الأردن بيقول لحضرتك بارك الله في علمكم يعني وسامه الشيخ مازن، وأعناكم الله على طائفة المخبولين هذه، وحتى المجانين بإجماع الأطباء لا يتفاهمون بهذا الكلام. ما قوله بالسؤال في القبر عن الرجل الذي بعث فيكم، فهل سيستعين بأخيه رشيد ليجيب معه؟ ما قوله عما يلي التكبيرة الثانية في صلاة الجنازة؟ والأخت الحميدة لله بتقول لحضرتك أرجوك شيخنا أن ترد على هذا الضال في قوله إننا جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم إلها. هل أصبحنا بقوله هذا يعني يريد أن يقول أننا مشركين؟ هو عايز يرد النصارى والجماعة اللي قاعدين معاه بيكلموه. نعم. احنا زينا زيكم عندكم. طيب. هو احنا عندنا برضه. معايا اتصال بقاله فترة من مصر بعد إذن فضيلتك، وبعديه على طول التقرير أستاذ جمال عشان وقت البرنامج. اتفضل. السلام عليكم. اتفضل بس ارفع صوتك لو سمحت واسمعنا من التليفون. دكتور مازن معايا؟ ايوه اتفضل يا شيخ اسمعك. اتفضل. ارفع صوتك من فضلك. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله. انا محمد ممدوح، طالب عندك في كلية اصول الدين. بارك الله فيك. بارك الله فيك. هذا العتي يخطئ في ابا هريرة. ابا هريرة قد رضعنا في جامعة الازهر وفي المعهد الازهري عن ابا هريرة. ابا هريرة نجمنا وقدوتنا في طلب العلم، ربط على بطنه الحجر لطلب العلم، كان يأكل ليسكت كلب الجوع، لزم النبي صلى الله عليه وسلم 4 أعوام في كل وقت وكل مكان إلا أن يدخل حجرته صلى الله عليه وسلم. أبا هريرة نجمنا الحقيقي الذي تريد نجوم الجوزاء أن تعمل من نفسها عقدا يعلق وساما له على ما قدم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النجم ما خلق الله مؤمنا إلا أحبه، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم:
وهذا الذي قد ذكر فيه ما ذكر ما هو مؤمن أبدا. هذا النجم قد دعا له رسول صلى الله عليه وسلم بكثرة الحفظ، ورسول صلى الله عليه وسلم دعوته مستجابة، والأدلة على ذلك كثيرة. أبا هريرة قدوة في طلب العلم والجد في تحصيله، والمثل الأعلى في تحصيل العلم. نعم. أبا هريرة لا أريد أن أكثر من هذا الكلام، لكن شيخ بارك الله فيك يا أخي الحبيب على هذا الاتصال. عفوا، أريد منك طلبا واحدا. تفضل سريعا الله يكرمك. أريد أن أتعلم على يد الشيخ في حلقات العلم. طيب هذا الطلب الشيخ بيجي لك في الجامعة، كلمه في الجامعة. بارك الله فيك، شكرا على طلبك. واسمحوا لنا الآن بأن نشاهد التقرير الثالث سريعا أستاذ جمال عشان يعني ندرك الوقت، ويتفضل شيخنا الكريم بالتعليق على التقرير. تفضل. تقبلون بعض الأمور في الإسلام كقرآنيين وهي ليست مشرعة من خلال نص قرآني، مثلا الأذان ما فيش نص قرآني بيقول لك أذن للصلاة. لا 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 لا. أنا جاي. والإقامة ما فيش نص قرآني بيقول لك اعمل إقامة الصلاة. عدد الركعات ما فيش نص قرآني حدد عدد الركعات. حتى عدد الصلوات الخمس مش مذكور في نص قرآني. الوضوء مذكور جزء منه والجزء الثاني مش مذكور إلى آخره. إزاي بتلاقوا لها حل؟ أنا قلت لك قبل كده إن الناس بتفكر إن القرآن جه عامل دين جديد. قلت لك قبل كده إن محمد جه تابع لملة إبراهيم. ملة إبراهيم يعني الصلاة، يعني الحج، يعني الصيام، يعني الصدقة اللي بيسموها الزكاة. هتيجي في الحج هتلاقي من ملة إبراهيم وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر وإذا رفع إبراهيم القواعد من بيته وإسماعيل. هتلاقي في الصيام يا الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هتلاقي في الصلاة إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فملة إبراهيم اللي هي العبادات. الفرق بيننا وبين المشايخ السنيين العاديين في حكاية السنة. هم يقسمون السنة إلى قسمين: السنة العملية أو الفعلية والسنة القولية. نحن نأخذ بالسنة العملية الفعلية اللي هي